حين تتحول الجدران إلى عيون، هل انتهى زمن الخصوصية للنجوم؟ هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحول منزلك الحصين إلى موقع تصوير مفتوح دون أن تشعر؟ قضية تامر حسني الأخيرة داخل الكومباوند لم تكن مجرد أزمة سكنية عابرة، بل دقت ناقوس الخطر حول حقيقة مرعبة، وهي كيف أصبحت البيانات المسربة وتقنيات المراقبة الذكية تخترق خصوصية أشد الناس حرصاً على العزلة. نحن اليوم أمام معركة تكنولوجية غير مرئية، حيث أصبحت الجدران الذكية وسيلة للتتبع لا للتحصين، في واقع يواجه فيه النجوم تحديات رقمية تفوق قدرتهم على المواجهة. في عصر الذكاء الاصطناعي، هل تعتقدون أن الخصوصية أصبحت مجرد وهم في حياة المشاهير، أم أن على النجوم تغيير أسلوب حياتهم تماما للنجاة من أعين التكنولوجيا؟ شاركونا آراءكم في التعليقات. في روبينا 25 تي في لا نكتفي بذكر الخبر، بل نبحث عن أبعاده التي تمس حياتنا جميعا. إذا كان هذا الموضوع أثار فضولكم، دعمونا بالاشتراك في المنصة وتفعيل الجرس، وشاركوا الحلقة، فوعيكم هو سلاحنا الأول.